في حاجات بتحصل بعد ما النور بيطفي، حاجات مش دايما ليها تفسير، بس بنحسها ونخاف منها. أنا محمود وده عالم ما وراء الظلام، المكان اللي فيه الحقيقة والخيال بيتقابلوا. في أماكن مهما الشمس طلعت فيها بتفضل غرقانة في الضلمة، أماكن محدش بيحب يقرب منها. البدو دايما يحلفوا إن ده وادي الجن، بس الناس بتضحك عليهم. الليلة دي كنا احنا هناك وشوفنا بعينينا اللي محدش بيصدقه. كنا فريق شغال في التنقيب في نص صحراء مصر، النهار نار والليل تلج، واليوم كان طويل جدا، تعب وشقى وتراب. الليل نزل والناس اتفرقت، في اللي راح ينام وفي اللي قعد حوالين النار مع العساكر يشربوا شاي ويتسامروا. ريحة العشاء مالية المكان، صوت المعلقة في الحلة كأنه موسيقى راحة بعد تعب. الضابط قال للعساكر يلا حضروا العشاء بسرعة، بس بعدها بدقيقة واحد من الجنود جه علينا جري وهو بيترعش ووشه شاحب زي الورقة، وبيقول بصوت بيترعش: يا فندم الحلة اختفت. كل اللي في المكان بدأوا يضحكوا. واحد قال أكيد حد مننا خباها وبيهزر معاك، بس العسكري كان بيعيط فعلا، بيقول له هو بيقسم بالله والله العظيم اختفت قدامي. الضابط اتعصب وقال له اختفت ازاي يا ابني، هي الحلة بتمشي برجليها؟ العسكري قال له هو بيترعش: العفاريت يا فندم. كانوا بيضحكوا بيتنططوا حوالين النار. الكل سكت، صوت الرياح بس هو اللي بقى مسموع. الضابط رجع تاني بصوت عالي: كفاية هري، محدش يكلمني في كلام الجن ده تاني. بس الوشوش كانت باينة عليها الخوف. واحد من العمال قال بهمس: البدو قالوا لنا إن المنطقة دي اسمها وادي الجن، محدش بيشتغل فيها بعد المغرب. الضابط سمعه واتنرفز وقال مفيش حاجة اسمها جن، يلا كله على الخيام. بس ما كانش عارف إن الليلة دي لسه ما بدأتش. رجعت الخيمة بتاعتي وشغلت الراديو على إذاعة القرآن الكريم عشان أهدى شوية وأنام، بس الصوت كان بيقطع ويتحول لتشويش مزعج. قلت في نفسي أكيد الإشارة ضعيفة، بس كل ما أبدأ أغمض عيني أسمع خبط على الباب، تكة، تكتين، وبعدين صوت همس ناعم بينادي باسمي. قمت مفزوع، فتحت الباب لقيت الضابط طالع من اوضته برضه ووشه متغير وقال بصوت غاضب: مين اللي بيخبط عليا وبينادي بصوت ست؟ العساكر اتجمعوا بسرعة، كلهم بيبصوا لبعض بخوف. واحد قال يا فندم احنا كلنا بنسمع نفس الصوت، صوت ست بتنادي على كل واحد فينا باسمه. واحد تاني قال لو شغلنا قرآن الصوت بيعلى وبيبقى صريخ، لكن لما بنقفله كل حاجة بتهدى. الضابط سكت وبص حواليه كأنه بيسمع الصوت هو كمان. بعدها قال لهم بصوت واطي كل واحد يدخل الخيمة بتاعته ومحدش يخرج منها لحد الصبح. جات الخيمة بتاعتي، الليل كان تقيل وصوت الرياح داخل الخيمة والنار طافت من فترة. فجأة سمعت صوت خطوات حوالين الخيام، خطوات بطيئة ومش طبيعية. لما بصيت من فتحة صغيرة في الخيمة شفت ظل ماشي بين الخيام، ظل طويل راسه مش واضحة وبيتحرك كأنه مش لامس الأرض. رجعت جوه الخيمة تاني وحاولت أهدي نفسي وأنام لحد النهار ما يطلع. تاني يوم الصبح الكل شكله مرهق، العساكر عيونهم حمرا كأنهم مناموش، والظابط ساكت ومش بيتكلم كتير. قلت للسواق يلا بينا نطلع ناخد العينات عشان نخلص بسرعة ونرجع. ركبنا العربية وطلعنا على منطقة بعيدة شوية، لكن بعد كام كيلو العربية وقفت فجأة والسواق قال الموتور فصل والعربية مش عايزة تدور. نزلنا نكمل مشي، وفضلت أنا والسواق ندردش مع بعض، لكن لاحظت إن العامل اللي معايا ساكت وما بيشاركش في الكلام.
ببص عليه لقيت وشه متجمد وعينه متعلقة في حاجة على يمنا. بصيت أنا والسواق ولقينا راجل ماشي جنبنا على بعد كام متر. راجل طويل، جسمه نحيف قوي، هدومه مقطعة ومتوسخة كأنه طالع من جوه الأرض، ورجليه مش بيفتحها وهو ماشي كأنه مربوط، ولسانه طالع من بقه طويل ونابه باين. خفنا منه وبدأنا نجري، والغريب إن هو بيجري ورانا بنفس السرعة وبنفس الخطوات. بدأت أقرأ قرآن بصوت عالي، بس العامل اللي معايا وقف مكانه، وشه ميت وعينه متجمدة. صرخت فيه بس ما بيردش، وفجأة وقع على الأرض مغمى عليه. ببص ورايا ملقتش الراجل اختفى كأنه ما كانش موجود في المكان. شيلته أنا والسواق ورجعنا للمخيم، والدكتور قال إنه في صدمة نفسية قوية جدا، وقعد كده في العيادة يومين ما بين وعي وإغماء. وفي اليوم التاني جه شيخ من البدو الكبار، قعد مع الضابط وقال له بهدوء: الجن مش عايز يأذيكوا، هما بس مش عايزين حد يقرب من الوادي بتاعهم، المكان ده ملكهم من آلاف السنين. الضابط سكت وفضل يفكر شوية، وبعدها قال: لموا الخيام بتاعتكم، احنا هنغادر الصحراء دي فور. من اليوم ده ولا واحد رجع هناك تاني. المكان بقى مهجور، حتى البدو ما بقوش يعدوا منه، لكن كل اللي عاش الليلة دي بيحكي نفس الحكاية. بيقولوا إن في صحراء في مصر فيها وادي ما بينامش. وانت لو سمعت همس بيناديك في نص الليل باسمك، ما تفتحش الباب. لو القصة دي خوفتك فصدقني لسه في أخطر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات الغريبة اللي لسه وراها سر. أنا محمود وكنت معاك فيما وراء الظلام، المكان اللي مفيهوش رجوع لو دخلت جوه.